السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين قناة In The Goal. اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. خطف النجم الخضر الصاعد إبراهيم مازا أنظار مسؤولي نادي برشلونة الإسباني الذين قرروا وضعه في قائمة اللاعبين المرشحين للالتحاق بالفريق في فترة التحويلات الشتوية المقبلة. وكشفت عدة مواقع منها الصحيفة المقربة من برشلونة، الموندو ديبورتيف، وكذلك موقع تريبيانا، أن كشافي النادي الكتالوني سيكونون حاضرين أو حضروا مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في مدرجة ملعب الحسن بن رباط بمناسبة لقاء المنتخبين. وكما أبرز الموقع ذاته أن صاحب العشرين ربيعا يعد من المواهب الواعدة التي تثير اهتمام بطل الليغا أو بطل الليغا في ظل استمرار النادي للاعتماد على سياسة تطوير اللاعبين الشباب، مشيرا إلى أن مازا الذي التحق الصيف الماضي بنادي باير ليفركوزن قادما من هيرتا برلين مقابل 12 مليون أورو قدم نصف موسم لافت للانتباه، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة. تحصل على رجلين أو جائزتين: أفضل لاعب في كأس ألمانيا، وكذلك أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. ومازا يعني لاعب رائع. ونوه المصدر ذاته بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها مازا، أبرزها مرونته التكتيكية، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب أو مهاجم ثاني أو على الأطراف، كما يعرف بمهارته العالية في المراوغة. يشار أيضا إلى أن الدولي الجزائري مرتبط بعقد مع ليفركوزن إلى صيف 2030، وينظرون إليه أو تنظر إليه برشلونة كمشروع مستقبلي طويل الأمد، أكثر من كونه أولوية فورية. إبراهيم مازا تألقه لفت عديد الأنظار. برشلونة مهتمة حقا، فهي تكلمت عنه أقرب الصحف المقربة للنادي الكتالوني، هي الموندو ديبورتيفو، كما أن باير ليفر أو باريس سان جيرمان، أرسنال، وأندية إنجليزية أيضا وألمانية تنظر إلى مازا بشكل أو تراقبه بشكل كبير، نظير المستويات الكبيرة التي يقدمها. حتى سمير ناصري قال أن هذا اللاعب له شأن كبير في المستقبل القريب. الدولي الجزائري إبراهيم مازا تألق أيضا في كأس إفريقيا، إلى حد الآن سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، فاز برجل المباراة أيضا. نتمنى له كل التوفيق مع ناديه ليفركوزن ومع المنتخب الوطني الجزائري. لو استمر على هذا الحال سيصبح من أفضل اللاعبين أو من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.